أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع ضمن هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج قلم وريشة، والذي يبث مباشرة عبر أثير إذاعة أم البواقي. نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة أم البواقي الجهوية. ونسعد كثيرا باستضافة وجه من الوجوه الفنية بولاية أم البواقي، فنان تشكيلي كانت له مسيرة منذ نعومة الأظافر. في سنوات الثمانينات عشق ضيفنا الفن التشكيلي، وبدأت رحلته مع قلم الرصاص وتلك الألوان الزيتية، وقد تأثر كثيرا بالمدرسة الكلاسيكية وحتى المدرسة الواقعية. ضيفنا موهوب ومبدع ومولع بكل أنواع الخطوط العربية، كما أن له هواية في النحت على الأخشاب. وضمن برنامج قلم وريشة سوف نكشف لكم الستار على هذا الفنان ابن ولاية أم البواقي. إنه ضيفي وضيفكم لهذا العدد السيد الفنان التشكيلي الأخ رزوق عادل. نرحب بك الفنان التشكيلي رزوق عادل ابن ولاية أم البواقي، وجه من الوجوه الفنية التي أبدعت صراحة، وكان لها رصيد كبير جدا من الرسومات والألواح وحتى الجداريات. كانت لك عديد المشاركات وعديد الإنجازات. بداية نتعرف عليك ونتعرف على شخصك من يكون عادل رزوق. مساء الخير، مرحبا بك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله الذي علم بالقلم وجعل الريش والكتابة وسيلة للقراءة وتبرئة الذمم. مرحبا بكم. أشكر جميع القائمين على إذاعة أم البواقي، أشكر المستمعين، وأهلا وسهلا بكم. من يكون عادل رزوق؟ عادل رزوق هو فنان تشكيلي مارس الخط العربي والنحت للكثير من المعارض، منها الوطنية والدولية. نلت الكثير من الشهادات والحمد لله. متى بدأت ربما هذه الموهبة تبرز للعيان سيد عادل، يعني وأنت صغير؟ منذ الدراسة. كانوا الأساتذة ديما يفضلوني، يطلعوني السبورة نكتب لهم ونرسم لهم. من ثم وليت مولع بالرسم، والحاجة اللي نشوفها نحب نرسمها، تعجبني نرسمها. ما شاء الله ما شاء الله. طبيعة الرسومات اللي كنت تميل ليها واللي تحب ترسمها؟ نرسم بزاف الألوان الزيتية، ميل بزاف الألوان الزيتية وقماش على القماش على الأطوال. كيف طورت هذه الموهبة يعني؟ طورت الموهبة، داو اختراع إعلان على إنشاء المعهد الوطني للفنون التشكيلية، المعهد البلدي للفنون التشكيلية، دارته بلدية أم البواقي، سجلنا فيه. وش من وقت هذا؟ الفترة ما بين 90 92. يعني كان المعهد الوطني، المعهد البلدي للموسيقى والفنون التشكيلية. نعم. كان حاكمه عبد القادر الغديري. ما شاء الله. قرينا في عامين ما كملناش، من بعد نحاول. أشكر بالذات الأستاذة سليمة سلطاني، هي خريجة معهد الفنون التشكيلية بولاية قسنطينة. ما شاء الله. هي اللي قراتنا، عطاتنا لي تكنيك تاع الرسم، عطاتنا تقنيات الرسم، عطاتنا حوايج واحد كي يرسم حاجة ما يغلطش فيها. نعم. علمتنا. يعني هزيتوا المبادئ الأولية. المبادئ الأولية للرسم. كنتوا في مجموعة كبيرة هنا في ولاية أم البواقي في وقت التسعينات؟ ايه، كنا في تقريبا في 12 واحد. ربي يبارك. وكلكم اليوم فنانين؟ كل فنانين ما شاء الله.
يعني ربما هذيك الموهبة صقلت من قبل الأستاذة سليمة يعني بمعارف علمية أكاديمية. يعني باش تعودوا ترسموا بطريقة علمية. يعني مدة عامين كانت كافية أنكم تتكونوا في هذا المجال ولا ما هيش كافية؟ ما هيش كافية. ما كملناش نحاوها وما دينا حتى شهادة منها. وما حاولتوش أنكم تحاولوا أنكم تدرسوا في بلايص اخرين، على الاقل ولايات قريبه من ولايه ام البواقي، باعتبار انه هذا المعهد يعني ما كملتوش؟ ما كانش معاهد بلديه. كان مدارس ومدارس عليا للفنون الجميله تواجد، كان في باتنا في قسنطينه. ما حاولناش الحق. اكتفيتوا ترسموا يعني كعصاميين وكموهوبين؟ كعصاميين، هي موهبه فقط. وش هي طبيعه الرسومات اللي ترسمها انت الاخ؟ نرسم لوحات زيتيه تعبيريه من المدرسة التعبيرية، من المدرسة الواقعية. نرسم حوايج تعالج المشاكل. وش هي المواضيع؟ مثلا موضوع أمازيغية، الهوية تاعنا، نرسم حوايج تاع الأمازيغية. على خير على مشاكل بالضبط الأخ. كاين ثاني مشاكل بين تاع النفاق، تاع الكذب، نعالجوا مشاكل. يعني هذه صور تعبيرية ربما ظاهرة النفاق ولا الكذب تحاول أنت تمد لها تعبير عن طريق ترسم. ثاني المدة الأخيرة تخصصنا برفقة زميلي هادف الزارد في تشكيل الورود بالسيكوبلاستر، العجينة الروسية. ما شاء الله. اكتشفناها هنا شكون العجينة الروسية بأنامل جزائرية. شكون يوصلكم هذه على مستوى الجزائر، الأولين على مستوى الجزائر اللي خدمنا. ربي يبارك. كيف احنا نشتوها هذه التقنية؟ يعني تقنية شفناها في اليوتيوب. يعطيك الصحة. وبحثنا عليها كيف تخدم، كيف بحثنا عليها. احكي لي شوية، باعتبار انه هذه تقنية ربما جديدة على المستوى الوطني. انتم راكم من الرواد، انت والاخ هادف الازهر. نعم، احكي لي كيف درتوا. العجينة الروسية الحقيقة توصلها هادف الازهر. هو اللي جبد التركيبة تاعها، خاطر ما كانش تركيبة تاعها مش من الدولة. بعد نخدموها احنا ونشكلوا بها الورود. من واش تتكون هي؟ تتكون من لوندوي. لوندوي هو الاول. طالك تاع البيبي. كوش بيبي. نحيو منها واحد الغبرة. وزيت زيت اللوز. زيت الكتان. زيت الكتان وشوي فينيل. تستخرجوا هذه العجينة ونشكلوا بها الورود. ورود. ونخدموا ورود خارجة على اللوحة. خارجة على اللوحة وتجي يابسة كالحجر. تقدروا ديروا ديكادر، تقدروا. وحتى وتشمي فيها تلقى فيها ريحة مليحة. ريحة طيبة. قدام ربما خدمتوا باقة تاع ورود؟ خدمنا بزاف. طبيعة الورود اللي تخدموها يعني ورود عادية ولا كل نوع من الورود حاولتوا ان تشكلوا؟ كل نوع هي تشكل كل واش تحب تخدم بها. والالوان نشكل بها حتى العصافير، نشكل بها. ما شاء الله، ابداع. وفيها الالوان يعني هاد العجينة نتنتيوها، ديروا فيها الملون. نديروا فيها الملون، تجي رائعة. ما فيهاش يعني ربما مشاكل ولا ما تشيحش؟ ما فيهاش مشاكل. مليحة بزاف، خلاص. ما شاء الله، فن راقي. وهذا التقنية يعني صراحة تم عرضها أم لا؟ هنا في الجزائر لا. وفي ولاية أم البواقي هنا مازال ما عرضناهاش. راكم تخدموا فيها؟ احنا نخدموا فيها. مازال العرض مازال. وشي هما اللي خدموها بزاف، اللي عشقوا فيها هما الرواسة والصينيين. ما شاء الله، هما اللي خدموها بزاف. دوك كي نخلصوا الحصه نعطيك نماذج. ما شاء الله. والله سعيده جدا باستضافه ابن ولايه ام البواقي الفنان الزوق عادل عبر برنامج قلم وريشه. فاصل موسيقي زميلي عبد الله، وبعدها نلتقي واياكم ضمن هذه الاستضافه الطيبه.
نعود من جديد ونواصل دائما معكم مع الضيف، مع الفنان التشكيلي رزوق عادل. عادل، بعد التصريح عن التقنية الجديدة ربما اللي اعتمدت عليها أنت والفنان الأزهر هادف، وهي شيء ربما جديد جدا، سوف ربما تعرضونه في قادم الأيام. نأتي ربما إليك أنت وحكاية عادل رزوق مع الفن التشكيلي. يعني سبحان الله، رغم انه نقولوا ما قريتش الفن في معاهد ولا في مدارس عليا ولا، الا انك مبدع. يعني هذه موهبه من عند الله سبحانه وتعالى. هل في عامل وراثه عندكم في العائله ربما اللي يرسم، ولا يعني هذه ملكه فطريه من عند ربي سبحانه؟ ما مشكيتش تكون وراثه. احنا العائله تاع لي رزوق كل هما يقراو مليح، ما شاء الله، نجباء في الدراسه، ربي يبارك، متفوقين ديما. هي تجمي تقولي تحدي. نعم. كل ما نلقى العراقيل نزيد نتحدى. ما عندكش انسان كتاثرت به ربما؟ انا متاثر، نعشق الفن التشكيلي. ملي كنتي صغير؟ منين كنت صغير كنتي تشتي الخط كانت العربي. عندك خربشات، خطك جميل. الخط العربي مريض به. علما انه الخطوط العربيه راهي عندها معايير ومقاييس، وما تجيش هكاك. ما تجيش كيف حتى نتعلم الخط العربي؟ لازم بالتمارين، بالممارسه ايضا، والمثابرات تلحق توصل. خاطر الخط ما يستدعيش انك تكون موهوب، لازم تتعلمه. دول الخليج وفي مصر راهو مقياس يقراوه الخط العربي. نعم اكيد. هي الخط العربي للامير جمال وللفتى كمال وللفقير مال. حسن الخط من مفاتيح الرزق، الخط عقال العقل، الخط جميل حلية الكاتب. الخط المليح يفتخر به الكاتب، يخليه يستميل للعين ويبعث الراحة. يعني هي. والخط راهو يدل على شخصية صاحبه. يعني ممكن الناس اللي قاريين في علم النفس واللي ربما عندهم دراسات يقدر يحلل شخصية الإنسان من خلال الخط. نعم. نأتي إلى الألوان الزيتية. لماذا اخترت تقنية الألوان الزيتية بالضبط؟ ألا ما اعتمدتش ربما الألوان الخشبية ولا الألوان المائية ولا ربما قلم رصاص فقط؟ ولا انا نوعت في الفن التشكيلي، نوعت بزاف. درت القلم رصاص، درت الالوان المائيه، بصح اللي ميل ليها بزاف هي الالوان الزيتيه. الالوان الزيتيه تمد لك مهله ما تشيحش، تعطيك مهله 15 يوم. كل نهار تزيد فيها اللوحه تاعك حتى تشيح تفينيها. وش هي الالوان الاكثر استمالا ليك؟ الالوان اللي تحبها، هل هي الالوان الهادئه، الالوان الصاخبه، ام الالوان الفاتحه؟ هي الالوان فاتحه. الالوان فاتحه. هي تشرح القلب وتمد اكثر لون تحبه؟ تمد الامل. اللون البنفسجي، اللون الاصفر. اللون الاصفر هو لون جميل جدا، يعني غيور. اللون الاصفر يدل على الغيره. وعلاش تحب اللون البنفسجي؟ يعني في رسوماتك تعتمد عليه بزاف؟ والله ما نعرف، نعتمد عليه بزاف. ثاني البني. البني مليح. هذا بالنسبة للألوان، لأنه كل لون عنده دلالة وعنده معنى. سيد رزوق عادل، نأتي إلى قلم الرصاص. يعني كاينين فنانين تشكيليين تلقاهم يعتمدوا على قلم الرصاص فقط، وفي نهاية المسيرة ولا في نهاية المطاف تلقى هذاك الإنجاز ولا هذيك اللوحة يعني عبارة عن تحفة. أكيد. كانت عندك تجربة في هذا المجال؟ نعم. طريقة التظليل وطريقة نعم تفضل. قلم الرصاص هو يبين الظل والضوء تاع الشيء اللي ترسمه. الشيء اللي تختار ترسمه انك بقلم الرصاص راح تبين الظل والضوء. هذا علم كبير. علم كبير انك تمارسه تجسده على ورقة. نعم. اكثر فنان تشكيلي في ولاية ام البواقي راك متأثر به الى درجة كبيرة؟ هادف الازهر. رسوماته تعجبني بزاف. هي طبيعته هو مبدع يعني. ما شاء الله مبدع. عندك ورشة الأخ عادل أم لا؟ عندي ورشة في الدار. في البيت يعني مخصص ورشة. ماذا تحوي هذه الورشة؟ وش فيها؟ تحوي كل شيء. نعم، خاصة بك. تحوي فيها كل شيء، كل ما أحتاجه. يعني وقت الفراغ أين يقضيه الأخ رزوق؟ أي حاجة
تهزيها تقولي هذه تاع قمامه، نطيشها في القمامه، بصح انا نخرج منها تحفه. تحفه. اي يعني خاصه انك تعتمد على تقنيه النحت. اكيد. هكذا. اي احكي لنا شويه. خدمنا النحت بزاف بالطين. الطين وخدمنا الاخشاب قليل وين خدمنا، خاطر ما كانش خشب متوفر للنحت هنا. خدمنا تخصصنا بزاف في الطين. ودركا عدينا العجينه السيكوبلاستر هذه الروسيه. يعني مازالك تخدم مع الازهر؟ ساعات. والطين يعني الطين منين تجيبوا الطين؟ الطين متوفر هنا في الولايه. اي متوفر هنا في الجبل تاعنا. وشي طبيعه الطين اللي تجيبوه؟ طبيعه تاع الطين اللي تجيبوه؟ طين بني. طين بني، وكان طين يميل الاحمر. تقوموا ربما تنقيوه الساعه ومن بعد تصفيوه؟ ايه نقيوه من الحجاره ويتشمخ شويه مات، ترنخوه. ايه ومن بعد يتعجن بزاف. كي يتعجن بزاف يمد لك واحد الطابع. كي شغل اللي يستدعيك يقول لك نحتني. تشكلوا كيما تحبوا. تشكلوا كيما تحب. وشي طبيعه المنحوتات ربما اللي تقوم بها الاخ عادل على الطين؟ منحوتات تعبيريه ممكن. مثلا ممكن تجسد به لوحة، ممكن تجسد به إناء، ممكن تجسد به حاجة تاع الأمازيغ، مثلا خلالة، مثلا تخدم حوايج بالطين ما يتوقعوهمش الناس أنهم يخرجوا من الطين. الطين يعرفوها غير الطاجين ولا القدر ولا احنا الشقالة. يعطيك صح، احنا نعرفوا بلي الاواني الفخاريه في وقت زمان كانوا يشكلوها، وكانت عندها مراحل وين حتى كي يكملوا يحطوها عند النار باش تحمر. انتم كيفاه ديروا؟ احنا ما نديروش النار. احنا نخدموا مثلا مجسم تعبيري، ومن بعد نخليوه يشيح. كي يشيح نديروا له الفارني. كي يدفينا خلاص نديروا له الفارني يولي لماع. وترسموا عليه يعني تشكلوا اشكال؟ نجموا نرسموا عليه. وشي الاشكال اللي يديروها؟ اشكال متنوعه بزاف، ما نجمش نحدد. تعتمدوا ربما على الرموز الامازيغيه؟ ايه الاكثريه هي رموز الامازيغيه ولا حوايج تاع وطنيه التي تدل على الهويه الوطنيه. والله ما شاء الله نلاحظوا اليوم يعني كثير من الفنانين اللي لجؤوا الى ربما ابراز الارث الامازيغي الثقافي الشاوي، يعني من خلال الرسومات ومن خلال المجسمات ومن خلال النحت كما كان يتحدث الأخ عادل الرزوق. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا ضمن برنامج قلم وريشة. بين النحت على الطين والنحت على الخشب أكيد فرق. احنا نحب فقط تبين لنا أين يكمن الفرق سيد عادل. ربما تجيب قطعة خشبية ولا تجيب كما نقولوا احنا طين وتشكله، وانا هذه أصعب ولا أسهل؟ بمعنى أصعب هي بطبيعة الحال هي الخشب أصعب، بس كل مادة عندها الجمالية تاعها، القيمة الجمالية تاعها، والقيمة تاعها في نفس الفنان، يميل ليها ما يميلش ليها. كل حاجة عندها بلاصتها. نعم. وكما حكيت لك قلت لك نميلوا بزاف في الآونة الأخيرة إلى الفن الروسي، هذا العجينة الروسية السيكوبلاستر. تمد لك ليونة تنجم تخدم بها واش تحب ما شاء الله، وتعطيه ونجموا نعطيوها اللون اللي يعجبنا احنا، ونحطوها في المكان المناسب، ونتحكموا فيها وقتها تشيح. ما شاء الله. يعني ذكركم بازين على العجينة الروسية. العجينة الروسية أعطيتوا لها اهتمام كبير. لكن لماذا لم تظهر بعد، ربما لم تجسد في أرض الواقع؟ يعني راكم قاعدين تخدموا فيها في الخفاء، قاعدين يعني هذا مشروع مستقبلي حتى إن شاء الله نديروا معه. ما كانش فنانين اللي شافوا هذه التقنية؟ ربما ما كانش اللي شجعكم؟ أنا عرضتها في الخارج وعجبتهم بزاف. وانا بلاصة عرضتها في أكاديمية السلام بألمانيا، في أكاديمية أنامل لترسم مستقبلي في اليمن،
وفي إيطاليا. عبر ماذا؟ عبر صور يعني؟ عبر مواقع؟ معارض افتراضية. هي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كانت لكم مشاركات. وش كانت ردة فعل ربما هذا المهتمين؟ عجبتهم بزاف ويتسائلوا على التركيبه تاعها، بصح لحد الساعه ما عطينا لهمش التركيبه تاعها. ما تمدوش يعني من هو يقول لك الانسان اللي يخدم في مجال ما يمدش السر نتاعو هكا. بالسيف لا جبدناها احنا. يعطيكم الصحه. الحمد لله. قلت لي درتوا غير الورود، ما حاولتوش انكم ديروا بها حاجه اخرى بلا الورود، هذه العجينه ولا هي تستعمل غير للورود؟ حاليا راني نرسم في لوحه، راح ندير، درت لوحه فيها ورود وراح ندير جسر قسنطينه قنطره الحبال. اي ما شاء الله بهذه العجينه. بهذه العجينه روعه. جسد قنطره الحبال. ختمت اثر بزاف مدينه قسنطينه ما شاء الله ومدينه باتنا. ما شاء الله ربي باتنا بعد عندي لوحه تاع الاثار من الاثار، بوابه من بوابات تاع باتنا. والله ما شاء الله. أنا نحب على ذكر الإنجازات نتاعك، يعني ربما هل رسمت للمرأة، رسمت للطبيعة، رسمت؟ نحب نعرف طبيعة الرسومات نتاعك، خاصة الرسومات اللي لقات نجاح. والله رسمت للطبيعة بزاف، نشتي الطبيعة. في أي فصل؟ في الشتاء ولا في الربيع؟ منظر الثلوج ولا منظر الورود في الفصل الربيع. نعم. هذوما اللي يميل لهم. ما رسمتش المرأة الأمازيغية؟ المرأة ديما متواجدة في اللوحات نتاعي، ديما متواجدة باعتبارها عندها نصيب كبير. عندها نصيب كبير، يا ربي في الدنيا عطاها نصيب كبير. هي الأم، هي الأخت، هي طبيعة الحال، هي كلش بالنسبة لي. الخطوط العربية كثيرة جدا، تقدر تعطينا بعض أنواع الخطوط العربية خاصة اللي تستعملها أنت؟ نستعمل الخط الديواني، واللي يميل به ليه بزاف هو الخط الديواني وخط النسخ، خط النسخ العثماني ولا الخط النسخ العربي. ما حاولتيش تتكون في هذا المجال يعني بالنسبه للخطوط العربيه، ولا انك تستعين حتى باليوتيوب ولا تشوف يعني خطوط، ولا يعني هذا العمل خاص بيك فقط؟ ما حاولتش انا نرسم لوحه نلقى روحي خططت فيها. ما شاء الله. اي ما عندي حتى تحضير ليها ولا نحضر لنفسي ولا يعني تلقى روحك نكتب عادي جدا. موهبة من عند ربي. نعم ما شاء الله. هنا في ولاية أم البواقي الأخ رزوق عادل كانت ليك بصمة ربما في رسم جداريات ولا ألواح، يعني نلاحظوا باللي المدينة ما شاء الله يعني كبرت في فترة زمنية وين نلقاو رسومات على الجدران، على جدران المؤسسات التربوية، على جدران بعض المؤسسات خاصة الثقافية منها، يعني على جدران بعض الحدائق. يعني ما حظيتش أنك ربما تكون عندك لمسة وبصمة خاصة هنا بولاية أم البواقي؟ طبعا كاين لمسه هنا في مدينه ام البواقي. في رمضان هذا درت عمل تطوعي، خدمت جداريات في الاقامه الجامعيه 110 ساكن، ولقات اعجاب كبير من طرف اللي شاهدها. ربي يبارك. كي عدى رمضان عديت الإقامة الجامعية الجديدة للبنات، درت فيها ثاني جداريات ومازال راح نزيد فيها، مازال ما كملتش، درت فيها بزاف جداريات وين نروح نديرو العلم الوطني، وديما نكتبوا من أجلك عشنا يا وطني، واني بصدد ندير جداريات داخل الجامعة، جامعة العربي بالمهدي. على ذكر الجامعة نذكروا بلي السيد رزوق عادل هو إطار بجامعة العربي بالمهدي، هو موظف أكيد بالجامعة، والجامعة ربي يبارك يعني الجامعة تاعنا أصبحت صرح كبير جدا يعني. إيه ما شاء الله. وجامعتنا أيضا هي في الريادة، كان لها صدى كبير جدا خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا شيء نعتز به ونفتخر به، أليس كذلك؟ نعم نفتخر به، بصح نحب نوجه نداء للناس القايمين بها، نقول لهم استحفظوا بها وخدموا على وجه ربي، تخليوها لولادكم ان شاء الله يا رب. راهي جامعه متالقه، راهي مكلاسيه مع الجامعات الاولى عبر الوطن، ومشهوره حتى عبر العالم. نعم اكيد كانت لها انجازات والحمد لله القرايه تاعهم يضربوا بها المثال ما شاء الله. الطلبه كل على بالهم، اللي مارسوا قرا هنا وعلى باله في النوعيه تاع البيداغوجيه اللي عندنا ما شاء الله. والحمد لله يعني تطورت الجامعه، تمشي في تطور مستمر. ربي يبارك، ان شاء الله تبقى ديما هكذا ان شاء الله. كانت ليك لمسه في الجامعه؟ 35 سنه عمل في الجامعه. ربي يبارك. فيها تقريبا 20 سنه وانا نكتب لهم الشهادات، ما شاء الله، شهادات تخرج على يدي انا. ما شاء الله. الشهادات المؤقته والشهادات النهائيه بالخط نتاعي ما شاء الله. الخط تاع الرزق، تهزي شهاده تخرج تلقاي الخط تاع الرزق ما شاء الله. نكتب لهم لي بوندرول، نكتب لهم الاشهارات، نكتب لهم الحمد لله يعني.
وشو بغيت ندير مبادره تاع نحسنوا نديروا جداريات. يعطيك الصحه، هي. هذه اللي بغيت نوصل لها. خاصه في الجدران الميته نعم. نديروا فيها جداريات نحيوها، نديروا على العلم وعلى الوطنيه ما شاء الله. هي بصح لحد الساعه مازال ان شاء الله ما هذا لقاتش المشروع استجابه. ان شاء الله يلقى استجابه ان شاء الله. حتى في المستشفيات ايضا، يعني هي. في المستشفيات يعني لما يكون جناح مثلا خاص بالاطفال وتكون هذيك الصور فرحه اللي يفرح بها الطفل، راح تكون ولا اروع. ايه انا تمنيت يديروا ورشه، الوالي يدير ورشه ويدير فيها فنانين. نعم. فنانين مشهورين قايمين ونجيبوا اللي يحب يتعلم ونشاركوا، نزينوا المحيط ونزينوا المستشفيات ونزينوا لي كراش ونزينوا. يعطيك الصحة. نحييوا المدينة تاعنا ان شاء الله يا رب. ونديروا فيها صور تعبيرية تحس على تربية العباد وعلى طبيعة المنطقة أيضا ونظافة المدينة. هذا كله يدخل في الأعمال التطوعية. يعني أنت كانت ليك أعمال تطوعية سيد رزوق عادل؟ أنا قلت لك بديت في المنظم هذا وواعد العمل التطوعي. وش تشوف العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو يعني هو جهد ويأتي بثمار، ثمار تاعو لا تعد ولا تحصى. نعم. تبقى مع الزمن وهي تسمى حسنات حتى تروح اللوحة هذيك. نعم ما شاء الله. صدقة جارية حتى تروح اللوحة هذيك. ما شاء الله. وفيها تعبير مثلا للعلم، نحثوا الناس على العلم، على النظافة، نحثوا الناس على النظافة، على الوطنية، تمد روح الوطنية من الأولاد نتاعنا. هي مدرسة يعني الفنان هذا ويمد يبقى شمعة يضوي على العباد حتى يموت. ما شاء الله ما شاء الله. زميل عبد الله، ندعو الجميع للانضمام إلينا لمتابعة هذا العدد من برنامج ريشة وقلم، والذي يبث عبر أثير إذاعة أم البواقي الجهوية. ونذكر بأن البرنامج هو مزيج بين الفن التشكيلي وبين فن التأليف والكتابة، فمرحبا بالجميع. نأتي إلى الجدار. أنت من الفنانين الذين كان لهم رصيد في مجال الجداريات، يعني كانت ليك مجموعة من الجداريات أليس كذلك؟ نعم. وش هو الفرق بين اللوحة العادية وبين الجدارية؟ اللوحة العادية هي ملك الفنان، أما الجدارية مش ملكه، هي ملك الجميع. نعم. يستمتع بها الجميع. نعم. تبقى دائما معروضة مدى الحياة. مدى الحياة. طبيعة الجداريات اللي رسمتيها؟ الجداريات تحث على العلم، الأكثرية على العلم والوطنية وجداريات على الطبيعة. بالنسبة لمستقبل رزوق عادل، يعني مسيرة طويلة جدا يعني مع الفن التشكيلي، عندك سنوات وسنوات وسنوات، يعني مع هذا التقنية الجديدة اللي نشوف باللي راك متفائل وباللي راك فرحان بها، وان شاء الله تكون فال خير عليك ان شاء الله. يعني احنا نقولوا لمحبي عادل رزوق، لكل من يعرف هذا الفنان ابن الولايه، يعني اللي راهو قاعد يحاول ويسارع صراحه، ويحاول بقدر الامكان انه يواصل رغم العراقيل والصعوبات اللي صادفها، الا انه لا زال صامد. هذا شيء جميل جدا. نشجعوك الاخ عادل رزوق ونقول لك دائما الى الامام، لا تفقد الامل. شكرا. حاول بقدر الامكان انك تحافظ على هذا الفن، باعتبار انك عندك موهبه وعندك ابداع في هذا المجال. وش تقول لكل من يتابع فينا؟ شكرا على التشجيع اللي شجعني، كل مشكور من اعماق قلبي. عندكم مشاركات ولا لا؟ ما شاركتيش على المستوى المحلي، على المستوى الوطني؟ المستوى المحلي ما كانش، ما يعرضوناش، ما هو ما يبعثوناش الدعوه، ما على باليش. عندك بطاقه فنان ولا لا الاخ؟ ما عنديش بطاقه فنان. لماذا؟ ما هو السبب؟ هكا ما درتهاش. وما حاولتش انك ديرها؟ من المانيا بعثوا لي بطاقه فنان. ولا ما درتش؟ وعلاه ما حاولتش انك دير بطاقه؟ ونديرها واش ندير بها؟ بصح تحتاج. ما عندي ما ندير بها. عندي ما ندير بها. انا الاعمال تاعي تحكي عليا الحمد لله. ومشاركات يعني لم توجه لكم دعوه من قبل؟ واللي يوقف لي كل واحد عقلني انا الحمد لله، الاعمال تاعي هي اللي تحكي. يعني راح تواصل؟ راح نواصل واحد ما يجي يكسرني. وش تقول على التقنيه هذه الجديده؟ والله هي تقنيه مليحه. نتمنى ان نعلموها للولاد، ونتمنى ان نعلموا الولاد حوايج ملاح ان شاء الله يا رب. حوايج ملاح اللي يبقاو للمدينه ويبقاو للامه، ينفعوا الامه ان شاء الله يا رب. هذا هو الهدف تاعنا. احنا صاي كبرنا رحنا ما بقناش، لكن مازال ما بقناش مازال إيه. مازال عندكم تمنينا ان نعلموا القدره انكم تزيدوا تمدوا اكثر. والله
تمنينا نعلموا جيد. احنا عانينا من التهميش، ما كانش خلاص مهمشين نهائيا. نتمنى ان شاء الله تكون استفاده من قبل السلطات ويمدوا اهتمام الفنانين ولايه ام البواقي خاصه الفن التشكيلي. نشكرك جزيل الشكر الاخ عادل رزوق على تلبيه الدعوه وعلى هذا الحضور ضمن برنامج ريشه وقلم. تعرفنا اليوم على الفنان رزوق عادل، على بداياته، ربما على طبيعه او التقنيه التي يعتمدها، على طبيعه رسوماته على المدرسه المعتمده على انواع الخطوط العربيه، اكيد على النحت على الاخشاب وحتى النحت على الطين، على التقنيه الروسيه الجديده التي اعتمد عليها رفقه الاخ هادف الازهر. نتمنى لك التوفيق الأخ عادل. وش تقول في ختام الحصة؟ نشكر المستمعين ونشكر جميع عمال إذاعة أم البواقي والقائمين عليها والمسؤول الأول. أشكر إطارات جامعة أم البواقي من موظفين وعمال وأصدقاء وأحباب. إن شاء الله نتلاقاو في حصة جاية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الإذاعة أبوابها مفتوحة لكل الموهوبين، لكل الفنانين، لكل الأدباء، لكل الكتاب والشعراء. وبهذا زميلي عبد الله أكيد نصل بأسماعكم إلى ختام هذا الفضاء الفني الثقافي، فضاء ريشة وقلم عبر أثير إذاعة أم البواقي الجهوية. الشكر موصول للزميل عبد الله بوزيد، كان معكم في الإخراج والهندسة الصوتية ياسمين صيد رفقتكم ميكروفونيا. شكرا للجميع على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.